عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد. أهلا وسهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الشبار، اللي هو السمك الصغير، مش كبير ولا حاجة. أنا غسلاه ومنضفاه ومنضفة بطنه ومخليها نضيفة وجميلة اهي ما شاء الله عليه. هنعمله النهاردة برد. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل كل حاجة، بس احنا بنناشد طبعا البنات الصغيرين اللي ما بيعرفوش يعملوا، فاحنا هنعمله برده مع بعض. انا طبعا معايا الرده بتاعتي اهي، الرده اللي هي شكلها كده. طبعا انا منضفه السمك بتاعي وعامله الدقه بتاعته. هنشوف الدقه برده مع بعض اهي. السمك اهو، انا مش دهنه الصاج زيت ولا دهنها سمنه ولا دهنها اي حاجه، هو زي ما انتم شايفينه. انا على فكره رش على الشبار ده ملح ودق. الملح والدقه طبعا همت. الدقه ديت انا عاملاها عندي في البيت، فيها كل حاجه، فيها فلفل وفيها كمون وفيها وفيها كزبره وفيها زيت وفيها خل وفيها كل حاجه، كل الروايح الجميله اللي احنا عايزينها للسمك. ما شاء الله عليه، هو هيبقى جميل اهو. وهنحطه في الفرن طبعا على نار عاليه. عايزه تعمليه على البوتاجاز اعمليه، بس هو في الفرن بيبقى طعمه احلى طبعا. هحطه في الفرن على نار عاليه من فوق ومن تحت عشان يحمر معانا، وهنبقى نوريه مع بعض طبعا اما نحطه في الفرن اهو. الدقه بتاعتي طبعا اهي معايا، فلفل وكمون وتوم وفلفل اخضر وفلفل احمر وملح، ومعايا خل اهو برضو، ومعايا زيت هنا اهو. وعندك المدق بتاعنا العادي بتاعنا ده، دق فيه. ما عندكش اعملي في الكبه زي ما انت عايز. وانا طبعا عملت السمكات ورصيته في الصاج. هعمل الدقه واحط عليها ميه، وهنطشه طبعا على السمك مجرد ما يطلع من الفرن عشان يدوله طعم حلو ونفس حلو. خلاص الدقه بتاعتي انا عملتها اهي، نعمتها طبعا خلاص، وحطيت الزيت وحطيت كل حاجه عليه. هحط عليها ميه. في ناس ما بتحطش الميه، في ناس بتحط الدقه بس لوحدها، مفيش مشكله. الميه ديت ساعه ما مجرد ما يطلع من الفرن خلاص نحطه عليه. هدخله الفرن بقى على نار عاليه وهنرجع تاني. النار عاليه خلاص اهي، بس طبعا بقى مش عاليه علشان مفيش ماء بقى كافي. طبعا خلاص السمك بتاعي طلع اهو ما شاء الله عليه. احط عليها الدقه دي. طبعا السمك بتاعي طلع خلاص اهوت من الفرن، شوفوا جميل ازاي والريحه جميله ما شاء الله عليه. طبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا لي في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومع الف سلامه لحبايبنا كلهم.